حاجات غريبة اتقالت عن الزمالك في الفترة اللي فاتت، مش عارفين هي صح ولا غلط. تعال اقول لك ايه هي. بعد ما الزمالك خسر من الاهلي في الدوري وبدأت بعض الحاجات الغريبة تتقال عن النادي، لكن احنا مش عارفين الحاجات دي حصلت فعلا ولا مجرد اشاعات. اول حاجة اتقالت عن الزمالك ان خزنة النادي ما فيهاش غير 15000 جنيه، وان النادي مش معاه فلوس يصرف في الفترة الحالية، وده طبعا مع أزمة أرض النادي في أكتوبر اللي المسؤولين في الزمالك بيقولوا انها لو رجعت هتحل كل الازمات المالية في الزمالك. تاني حاجة اتقالت عن الزمالك في الفترة اللي فاتت ان المدرب يانيك فريرا لسه ما خدش اي فلوس من الزمالك، وما حصلش على راتبه من اول ما مسك الفريق لحد دلوقتي، وده في الوقت اللي بيتقال فيه برضه ان في لعيبه كتير ليها فلوس عند الزمالك ما خدتهاش، زي محمود بنتايج وشيكو بنزا. واخر حاجه اتقالت عن الزمالك في الايام اللي فاتت دي وهي اغرب حاجه فيهم، وهي ان اللاعب المغربي عبد الحميد معالي ما قبضش من الزمالك لحد دلوقتي، والموضوع ده مخلي عنده ازمه ماليه كبيره لدرجه انه في بعض الايام اضطر انه يروح ياكل في بيت زميله محمد صبحي لحد ما النادي يصرف له فلوسه. ولحد دلوقتي كل الحاجات الغريبه اللي اتقالت عن الزمالك دي محدش من المسؤولين في النادي الابيض طلع كدبها او اكد عليها، عشان يفضل الجدل مستمر عن الزمالك ومحدش عارف فين الحقيقه. انت بقى تفتكر ان الحاجات دي حقيقيه وحصلت فعلا ولا مجرد اشاعات؟